ده الواحد بينزل ويروح مستشفى وحاجات زي كده، دي يعني بتريح الإنسان في بيته. والأجهزة ما عدت، يعني ما عداش ساعة كان الأجهزة فعلا جت في البيت وعملوا ICU كامل جوه الأوضة بتاعتها، والحمد لله الدنيا استقرت بعديها واحدة واحدة. وفعلا تيم الدكاترة والتمريض، خصوصا التمريض، لأن التمريض في المستشفيات وكده بيبقى مش شرط يكون واعي جدا باللي بيحصل، بس فعلا أنا استغربت حتى يعني أو اتفاجئت بالوعي الطبي يعني عندهم. في نقطة مهمة قوي، دول بيخشوا بيتي وبيقعدوا معايا بالأيام. فكنا في الأول يعني بصراحة كنا قلقانين، لكن إحنا لقينا كأنهم جزء من العيلة، أخلاق ورقي ولطف. الطريقة اللي عملوا بيها دكتور أحمد وهو في مرضه، يعني الحقيقة كانت طريقة كلها أخلاق ولطف جدا، لدرجة إن هو يعني نفسيته حقيقة استريحت لهم جدا. هقول مش هنسى أبدا اللي انتوا عملتوه مع تيم، وإن هو في يومين رجع طبيعي الحمد لله رب العالمين، وبفضل ليكم